لو كتبت على جوجل مين كسب حرب 73 هيقول لك اسرائيل، ولو فتحت السوشيال ميديا هتلاقيهم بينزلوا فيديوهات قصف غزه وبيقولوا ان دي اسرائيل واحنا اللي بنضربهم، لا والناس كمان متعاطفه معاهم. لما تفتح القنوات الاجنبيه هتلاقيهم بيقولوا ان احنا بنستهدف المدنيين واحد واحد، واننا ضربنا المستشفى بالصواريخ قصد عشان قلبنا على الناس اللي جوه يعني ما معهمش ادوات طبيه كفايه، فحبينا نخفف من عليهم الالم، نديهم رصاص الرحمه يعني زي ما بنعمل مع الكلاب. وبعد ما صرحوا ان هم اللي عملوا كده، الاجانب بيقولوا لهم لا ما تزعلوش، احنا عارفين ان انتوا غلابه ومساكين، والعرب هم اللي عايزين يلبسوكوا اي حاجه وخلاص. هم عايزين يغيروا التاريخ ويزيفوا الحقيقه للعالم ان هم الضحايا والعرب هم الظلمه. اللي احنا بقى بنعمله كصناع محتوى اننا بنعرف اللي ما يعرفش مين هم العرب بجد. ولما انت تشير بوست او فيديو انت بتساعد الامه العربيه باكملها انها تعرف العالم الحقيقه اللي هم عايزين يداروها. قلتها لك قبل كده وهقولها لك تاني، ما تستقلش بصوتك، احنا نقدر نعمل فرق وعملنا فرق بالفعل، والعمله عندهم انهارت والبراندات الداعمه ليهم خسرت بالملايين في 48 ساعه. انت اللي في ايدك القرار تشير وتعرف